بالبرطمان وازازة الرايب دي هنعمل فكرة حلوة قوي. اول حاجة طبعا هنشيل الاستيكر ده، طبعا هو ما اتشالش بسهولة فاضطريت ان انا اغسله بقى المرة دي. المهم ان هو اتشال في الاخر. وبعد كده هشيل برضو البلاستيك بتاع الازازة دي. الحاجات دي بتكون عندي بقالها فترة كبيرة جدا، وفي اوقات بكون واخداهم من يعني حد مثلا هو خلصها وعايز يعمل لها فكرة معينة، فانا باخدها واعمل الفكرة. فدي بتكون حاجات موجودة عندي بقالها كتير. المهم هاخد بقى الجزء اللي فوق ده من الازازة وهظبطه كده. هشيل الجزء اللي هو الزيادة فيه لان انا عايزة تكون شكلها مستدير، بس مش عايزة اي زيادات تحت. وبعد كده طبعا دي هنثبتها هنا، بس ايه، بمسدس الشمع كده هاخد جزء واحطه كده واثبتها عليه بالشكل ده كده. تمام. دي حلقة ستارة، انا هشيل بس الجزء اللي هو بيتركب فيه الستارة، وهصنفرها. دي صنفرة خشنة جبتها من عند الموان، هصنفرها بيها كده بحيث ان انا اقدر اثبتها على الازازة من فوق بالطريقة دي برضو بمسدس الشمع. وبعد كده هشيل دي وهرشها سبراي. المرة دي هنرش بقى سبراي فضي بالشكل ده. طبعا كل شوية برج العبوة عشان ترش معايا. تمام. بس هي للأسف كانت بدأت تخلص اصلا يعني. المهم رشيتها بالشكل ده. هستنى بقى لحد ما تنشف، ولحد ما تنشف ركنتها على جنب عشان اخلص الحاجات اللي المفروض هعملها في البرطمان. هاخد الاطار اللي من تحت ده رول ستيكر اللي هو بتاع الخيامية. هاخد الجزء اللي من تحت ده وهثبته في البرطمان بمسدس الشمع زي ما انتم شايفين كده. انا بقص بس الاول الجزء ده عشان اخد المقاس بالظبط. كنت محتارة بصراحة احطه فوق هنا ولا احطه تحت شوية، وجربت الاتنين، بس في الاخر يعني رسيت ان انا حطيته فوق برضو. حسيت ان تحت مش هيكون مظبوط علشان البرطمان نازل بدوران يعني، فحطيته من فوق كده بالشكل ده. هقص بقى الجزء الزيادة اللي انا مش محتاجاه وثبت كده اخر طرف ده. وبعد كده طبعا نضفت بقى الجزء اللي انا عملت فيه شمع على الفاضي ده. الدوائر بقى الصغيرة هاخد منها 3 دواير واقصها بنفس الطريقة دي كده. الفكرة سهلة خالص وبسيطة واي حد هيقدر يعملها بمنتهى السهولة. ولو محتاجين اي افكار زي ما قلت لكم قبل كده بقى اكتبوا لي في الكومنتات وانا هنفذ الفكرة اللي انتم محتاجينها باذن الله. هنا ثبتت ال3 دوائر اللي انا قصيتهم من الرول الستيكر ده بمسدس الشمع على البرطمان. طبعا ممكن نشيل الستيكر ونلزقها عادي مفيش مشكلة خالص. وهنا خلاص كان السبراي نشف فبدأت اثبت احطها بقى على البرطمان. هي هتقفل طبعا لان هو غطى البرطمان متثبت فيه فمش مشكلة خالص كده. تمام. وكور البومبوم دي هثبتها فيها. طبعا كور البومبوم دي بتتباع بالمتر في المكتبات وفي محلات الخردوات ورخيصة خالص مش غالية. هثبتها كده في الغطا بمسدس الشمع برضو كده. تمام. الجزء الزيادة ده هشيله. خلاص كده. بس كده. وحطيت فيها الشمع الالكتروني وممكن نحط فيها وحدة صوت. ايه رأيكم؟ يا رب الفكرة تكون عجبتكم، واستنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.